زيد شوية الله يجزيك بخير، زيد عمر القدام زيد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، ما تحدثنا بشأنه الأسبوع الماضي من حديث عن التوبة إلى الله والرجوع إلى الله أثار كثيرا من التساؤلات من كثير من الإخوة، مما يعني أن الموضوع ما زال يحتاج إلى توضيح وشرح والتبسيط، وهو ما نتناوله اليوم إن شاء الله. في الحديث القدسي يقول الله تعالى: ويح ابن آدم، ويح ابن آدم يذنب الذنب فيستغفر فأغفر له، ثم يعود فيستغفرني فأغفر له. ويحه لا هو يترك الذنب ولا ييأس من رحمتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. المعنى اللي جاء في هذا الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول على الإنسان، العبد اللي كي يذنب ذنب، يدير ذنب ويستغفر الله تعالى، يعاود تاني مرة أخرى يعاود يدير الذنب ويستغفر الله تعالى، يقول له الله تعالى إذا كان يعمل الذنب ويستغفرني، يستغفر الله تعالى يعني يطلب منه المغفرة، ويعاود يدير الذنب ويستغفر لي، هذا معناه أنه ديما طمع في الرحمة ديال الله عز وجل، وما كييسش من الرحمة ديال الله تعالى. الله تعالى كيقول للملائكة ديالو: أنا نشهدكم بأنه ما دام كل ما عمل الذنب كيستغفرني ويتوب ويندم ويرجع، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. وهذا الفضل الكبير ديال الله عز وجل على الأمة وعلى المذنبين من هذه الأمة التائبين من الذنوب. لذلك جاء في واحد الحديث
أن رجلا كان يعمل بالمعاصي، يعني في الزمان السابق الأمم اللي قبل منا كان واحد الرجل يعمل دائما المعاصي، ولكن واحد النهار هو كيمشي في الطريق، ماشي في الطريق، وتفكر هذيك الذنوب ديالو اللي عملو والمعاصي ديالو اللي، وبكى وندم وقال اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، اللهم غفرانك 3 مرات. انا بغيتك تزيد القدام وانت ماسخ هذاكش الله تعالى، وكاين قين تزيد والناس واقفين كيزدحموا، زيد الله يجازيك بخير، هو كاين بلاصه خاوي عمرها، زيد 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 الستين، زيد الله يجازيك بخير. قال العبد العاصي المذنب تائبا إلى الله نادما على فعله اللهم غفرانك، اللهم غفرانك، اللهم غفرانك 3. قال فأدركه الموت، يعني من بعد هذا جا الأجل ديالو، مات يعني من بعد مباشرة فاش دار هذا. قال فأدركه الموت على تلك الحال فمات فغفر الله له وأدخله الجنة. معنى هذا الكلام أن العبد الإنسان إلى تاب راه الله يقبل التوبة ديالو. لذلك وهنالك تجي الأسئلة الناس، ما خصوش يئيس، وهذا بيناه إنه لا ييأس من رحمة الله، من روح الله، من مغفرة الله. شكون؟ الكافر هو اللي كيأيس، اما المؤمن دائما ما حدو حي، وخا يخطأ وخايف على الخطايا وخايف على المعاصي وخايف على الذنوب، هو يطمع في رحمة الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وسبق ذكرنا بقول الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، يعني يعفو عن السيئات كي يتجاوز عليها، يمحوها، يغفرها سبحانه وتعالى. إلى العبد ارجع، يعني انت المذنب المخطئ، اخطأت درتي المعصية، ولكن صحى الضمير ديالك، فقتي، تغلبتي على الشيطان، تغلبتي على الهوى ديالك، تغلبتي على النفس ديالك، ورجعتي لله وقلت له اللهم غفرانك، أنا تائب إليك معترف لك بذنبي، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يغفرها لك. وهذا كيف قلنا فيما بينك وبين الله، أما فيما بينك وبين الناس هذه خص الناس يسمحوا لك فيها، ظلمتيهم، كليتي لهم مالهم، تكلمتي فيهم، سبيتيهم، غشيتيهم، خدعتيهم، أي ضرر